انتي ما بدك تعقلي؟ لسه تعفيس ايش عم تخترعي؟ تشيز كيك بلقمة. نعم؟ تعفيس؟ وليش كل ما بعمل شغلة تحضيها لحظ؟ لك ايه مجبور بخاطرك؟ بقول اخطاي. قلتيلي اخطاي؟ ماشي يا ستي، ما فيك تمدي ايدك عليهم. وليش قدك صايرة نزقة؟ عم بمزح معك، ما بتتحملي مزاح؟ وانتو كمان شوفوا الفيديو واشتركوا ولا تفززوني عصبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ مذاق. الفيديو اليوم غير، رح نعمل فيه إن شاء الله تشيز كيك، بس مو مثل أي تشيز كيك. منحط 150 جرام زبدة بحرارة المطبخ، وفوقهم نص كوب سكر بودرة، وبنخلطهم مع بعض. ولأنه زبدتنا قاسية طريناها شوي بالسباتيولا مثل مو شايفين، وبعد ضربناها بالمضرب الكهربائي. عملنا معكم من قبل التشيز كيك التقليدي وبدون فرن، راح نحط لكم الرابط فوق، روحوا شوفوه اذا مالكم شايفينه لسه. وبس تجانس خليطنا مع بعض، منضيف له بياض بيضة وملعقة فانيلا، وبنرجع بنضربهم ضربة بالمضرب الكهربائي. طبعا اذا ما في مضرب كهربائي ممكن تستخدموا المضرب اليدوي. وبعدها منضيف ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وفوقهم كوب طحين، وكوب وربع بسكويت شاي سادة مطحون، ومنعجن لتصير عجينتنا متماسكة. أكيد حضرتكن عم تشوفوا الفيديو مو مشتركين، والله حقا ما عبده يفز عصبة منكن. دعمونا بلايك واشتركوا ليوصلكن كل شي جديد. وبس تماسكت عجينتنا وصارت هيك، ننتقل للحشوة. منحط 5 ملاعق كبار جبنة كريمية بيطلعوا 130 جرام، ومنضيف لهم ملعقة صغيرة فانيلا وربع كوب سكر وصفار البيضة اللي استخدمناها في العجينة، وبنخلطهم مع بعض ليتجانسوا. ما لاقينا اكبر من هالصحن مشان ما تحكوا. بفيديو ماضي عملنا كرات تشيز كيك، كمان كان بطريقة مبتكرة وجديدة، اذا ما شفتوه رابطه بتلاقوه هون فوق. وهلا منجهز صوص الفريز. منحط كوبين فريز، نحن استخدمنا فريز مجمد من عنا من الفريزة، ومنحط فوقه نص كوب سكر وعلى النار. وبس داب السكر وغلى كم غلوة، منضيف له شوية ملح الليمون او ملعقة كبيرة عصير ليمونة، ومنحركن وبنتركن ليغلوا مع بعضهم. وبس حسينا انه حبة الفريز انهمست، نضربهم بالبلندر لنحصل على صوص ناعم مثل مو شايفين. وهلأ جينا على التشكيل. نحن استخدمنا قالب الميني مافين كيك مشان يطلع معنا تشيز كيك اللقمة. دهناه شوية زيت، وبعدها بلشنا بتكوير العجينة. وزعنا الكرات على القالب. منسوي الكرات هيك مثل مو شايفين، ومنجيب اي اداة عنا تساعدنا نعمل حفرة بالوسط. ندهن زيت لتسهل الشغل، وبنعمل حفرة بهالطريقة. واذا بدكن الحشوة اكتر اعملوا الحفرة اكبر. وبعدها منحط خليط الجبنة بكيس حلواني، ومنحطه بقلب العجينة هيك مثل مو شايفين. كمية الحشوة حسب الرغبة، بس كتروها شوي مشان تبين طعمتها. وبس خلصنا بنخبزهم بفرن على درجة حرارة 180 لربع ساعة تقريبا. وبس استووا وبردوا منجيب الصوص، منحطه كمان بكيس حلواني ليسهل الشغل، ومنضيفه فوق طبقة الجبنة. وبس أطيب تشيز كيك صار جاهز. الطعمة خرافية والطريقة مبتكرة وعصرية، وكل اللي شافها ما صدق انه شغل بيت. جربوها واكيد ان شاء الله راح تحبوها، وبالعافية.